لو قبلك طقم ليزي بوي عبارة عن كنبتين وكرسي وحابة تعرفي مقاساته وشرحه ازاي، تابعيني في الفيديو. بس ما تزعليش ان صوتي واطي شوية بسيطة. تمام، ركزي معايا وهتلاقي المفيد كله الجديد في قناة بركة خير. الرحمن الرحيم. زي ما قلت لكم احنا النهارده هنشرح ليزي بوي. تابعوا معايا الفيديو ونتفرج عليه وهو بيتفرش ونشوف ايه الحاجات اللي احنا عاملينها فيه. الحاجات دي الليزي بوي اهو، الشرايط ديت اللي هتخش من هنا كده. تمام، لو عايزه تشوفي شرح الفيديو والمقاسات وكل حاجه كملي معايا الفيديو ومش هتندمي. يلا بينا على الفيديو. متعودين مع قناه بركه خير بنشرح فيها كل جديد ومفيد. النهارده نشرح طقم ليزي بوي، كنبه ثلاثيه وكنبه ثنائيه وكرسي ليزي بوي. زي ما احنا عارفين الطقم الكامل بيتفتح. هنشرح مع بعض النهارده على الجوكار الكتان الاسباني، هنشوف المقاسات ايه وهنشوف الطقم خد كام متر قماش. وزي ما انتم شايفين الطقم لازم يتعمل معانا في قناه بركه خير، يتفتح ويتقفل، مش اي كفر وخلاص ان احنا نلمه كده وخلاص زي الكفرات اللي هي كانت زمان بنعملها على قناه شويه. لا، ده كفر مجسم. هنعرف ازاي بياخد قماش. نيجي نشوف هنا هو كده. اول حاجه بناخد دوران الكنبه وهي مقفوله وهي برده مفتوحه. تمام، دوران الكنبه هنا واخد معانا 3 متر. طول الكنبه لحد هنا اهو 1.5 متر. بنعمل القطعه دي علشان خاطر يبقى مريح. شايفين الفرق؟ شايفين التجويفه دي؟ تمام، فاحنا بنسرج عند العميل علشان نشوف اشيك منظر ايه وبنعمله. طبعا اليد هنا اهو زي ما احنا شايفين هنعمل مرايه. تمام، هنشوف دوران اليد كام ونشوف الايه المرايه بتاعتنا. طيب ايه الجديد في الكنبه الثلاثيه؟ الكنبه الثلاثيه احنا بنسرج وبنعمل بروفه ان هي دايما بتبقى الجنبين اللي هم شمال ويمين هم اللي بيتفتحوا والجنب اللي في النص ما بيتفتحش. هنعمل ايه؟ هناخد المزوره بس الاول. زي ما احنا عارفين ان انا ما بجيبش غير الجاكار ال100 100، يعني المطه بتاعته بتبقى عاليه. المطه بتاعته بتوصل لحد 2 وشويه. احنا هنا خدنا طول الكنبه دي. تمام اهو، اكتبوا معايا بقى يا بنات، 180 سنتي. ما خدناهاش لحد اخر حته فيها، احنا خدناها لحد هنا اهو. اهو 184 سنتي بالظبط. فالجوكار معانا مرتاح والبروز بتاعته شغاله حلوه مش وحشه. يعني الخامه بسم الله ما شاء الله تحفه، مكسمه جدا. عملنا ايه هنا اهو؟ اخدنا دوران الكنبه، مفيش اي توصيلات زي ما احنا شايفين. خدنا دوران الكنبه لحد الاول شفناه وهي مقفول وبعد كده وهي مفتوح. طيب عملنا ايه هنا؟ التركيه اللي احنا عملناها هنا اهو ان احنا شقينا الجنبين اللي بيطلعوا. طيب لسه احنا هنكمل بقيه الفينيشات وهنعمل هنا زي مردات وبنعمل زي اساتك وبنعمل زي اربطه وكماسين وزراير. كل الفينيشات ديت واحنا بنفرش مع العميل هنشوفها. بس انا الفيديو ده حبيت ان انا اعرفكم المقاسات واعرفكم الايادي هتتعمل ازاي. طيب زي ما اتفقنا هنا 3 متر وجسم الكنبه الثانيه 3 متر، قد ايه 6 متر. جسم الكرسي هيبقى نفس الكلام لان احنا ما بنوصلش. دوران الكرسي نفس الكلام 3 متر. معانا الايادي اهي، الايادي بتبقى 90 سم دورانها، والمرايه بنشوف العرض في الطول. تمام، الزيادات اللي في القماش بنحتاجها في ايه؟ بنحتاجها في تركيبات زي من تحت هنا اهو كده اهو، من تحت اهو معلش زي ما احنا قلنا. تمام، هنشوف دوران اليد. دوران اليد نعمله لحد الحته دي علشان خاطر ما يبقاش مكشكش. تمام، هتقولي لي ايه الحاجات دي اللي انت بتعمليها دي يا لولو؟ هقول لكم ديت الفينيشات اللي بتبقى مميزه لما احنا بنروح عند العميل. يعني الحته دي هنجيب استك بعد ما طبعا تتعمل اوفر وكله وتركب كده اهو مع الجزء التاني ده استك. ماشي، طيب مش معنى ان انا عامله كفر يبقى ايه الكفر شكله خارجي وان هو هيداري. لا، اهم حاجه عندي الفينش العالي. بصي كده انت وهي انا عامله الكنار ده او المرد ده هيخش من تحت.
من تحت كده اهو، الناحيه دي والناحيه التانيه. ليه بقى؟ ليه؟ قولي لي بقى انت وهي ليه؟ علشان خاطر انا لو ما عملتش المرد هنا دي هتبقى طايره، هتبقى معموله اوفر ومتنيه. طب هتشبك في ايه؟ هتشبك في ايه؟ ودي برضو هتبقى طايره، فانا لازم ادخل لجوه كده عشان اعمل اربطه. تمام. فعشان كده هو الشغل بيبقى متعب ومليان تفاصيل كتير، بس في نفس الوقت بيبقى طالع ممتاز. طب انا هنا بعمل ايه؟ هقول لكم، عفوا مش عارفه في ايه، هقول لكم انا هنا بعمل ايه، وفي نفس الوقت وانا بقول هناخد المقاسات مع بعض. تمام. بعمل ايه بقى؟ بجيب الجزء ده كده زي المرايه الاستيك، بجيب الجزء ده علشان خاطر يبقى فيه قماش من تحت، وانت بتفتحي او انت بتقفلي هيبقى ثابت. لان دايما اللي عنده طقم ليزي بوي اكيد بيبقى معاه اطفال، سواء اطفال او احفاد، وبيقعدوا عليه، فاهميني؟ بيبقوا عايزين يفتحوا ويقفلوا فيه كل شويه، وطبعا العميل بيبقى عايز يحافظ على الحاجه، فلازم احنا نفتح ونقفل الطقم بتاعنا، والكفر يبقى ثابت عليه ما يتنعكش من عليه. طيب زي ما احنا اتفقنا قلنا هندي الاجسام فقط هنديها 9 متر، 3 و3 و3. تمام. الايادي عندك هتاخدي كل 2 يد، قولي مثلا 80 سنتي، يبقى كل 2 يد. ما تنسيش ان الايادي بصوا بتاخد مرايه، فالمرايه دي بتاخد قماش، والمردات دي كلها بتاخد قماش. تمام. قولي مثلا هتاخدي 17 متر قماش للمرايات وللودان. انا عامله هنا تفصيلة الودان اهي، زيها زي الايه، اللهم صل على النبي، اللي هو الكرسي الباجير. شقيت اليد ودخلتها في الودن. تمام. اهي شقه اليد من هنا اهي، مخيطاها كاني انا عامله ايه، ودن زي الكرسي الباجير. طيب بالنسبه للفينيشات النهائيه وبالنسبه للتقفيل، انتوا شايفيني اهو وانا بسرج. تمام. ف مش مستاهله بقى ان احنا نقعد على المكنه. يبقى انا كده شرحت لكم المقاسات والقص والتقفيل كمان اهو قدام عينيكم في فيديو واحد. وما تنسوش بقى طبعا اللايك والشير والسبسكرايب ونفعل زر الجرس. ويعني عايزاكم كده ما تنسوش تعلقوا بكومنت كده ظريف ولطيف زيكم على القناه، وتشيروا طبعا القناه عشان الدال على الخير كفاعل. بتمنى الشرح يكون سهل وبسيط كالعاده، وتكونوا فهمتوا المقاسات وتكونوا فهمتوا الفكره. وطبعا بتمنى ان انتوا تدعموا القناه اكتر من كده، لان طبعا يعني انا جالي احباط بسبب عدم التفاعلات. فانا عايزه اشرح لكم موديلات جديده وجميله ومفيده وغريبه واديكم مقاساتها. بس بتمنى ان انتوا تدعموني وتدوني احلى لايك وكومنت.